بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. صححه بعض العلماء منهم شيخ الألباني، وفيه محمد بن عجلان مضطرب في حديث نافع، لكن قوله لا تحلفوا بآبائكم قد جاء في الصحيح عاضد هذا الحديث: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. الحديث ثابت. وقوله من حلف له بالله فليصدق أيضا ثابت اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبل منهم وأوكل سرائرهم إلى الله. المنافقون لما حلفوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ومن حلف له بالله فليرضى، وهذا ثابت باعتبار على المدعي البينة وعلى البينة على المنكر اليمين، وليس معه إلا اليمين. إذا لم يكن له بينة فليس للمدعي إلا اليمين إن لم يأتي ببينة فيقبل، وعلى هذا أهل العلم. ومن لم يرضى فليس من الله، أي ليس آخذا بشرع الله، وليس من الله، ولا مؤيدا منه، ولا موفقا منه. فإذا هذا الحديث الذين صححوه أصابوا، إن لم يصح لذاته صح لغيره، للأصول التي أشرنا إلى بعضها. وفيه وجوب القناعة بالحلف بالله، فإن من الناس من لا يقنع إلا إذا حلف له بغير الله، وهذا لا يجوز. أن يقول لا تقول له ما أقبل منك والله، قل وابن علوان، أو يقول ما أقبل هذا اليمين والله ما تكفي، قل والله ثم قل كذا ثم قل كذا ثم قل كذا وغلظها. الصحيح أنه يكفي في ذلك كلمة والله العظيم. المصريون يزيدون والله العظيم 3، يعني والله العظيم 3 مرات يكررها، يكفي ولو مرة لهذا الحديث: فإنه من حلف له بالله فليرضى. وقال معاذ لإدريس الخولاني: الله؟ قال الله، كرر عليه 3 وهو فقط كلمة الله. ومعنى هذا الباب أن من لم يرضى بالحلف بالله وإنما يتطلب الحلف بغير الله فهذا شرك، كالذين يتحاكمون إلى غير الله. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا للطاغوت، ما يرضى بحكم الله يتحاكم إلى الطواغيت. هذا أيضا نفاق. فمن طلب الحلف بغير الله ولم يرضى بالحلف بالله طلب الحلف الشركي، أن يكون مشركا أو أن يشرك بالله. وهكذا من حلف بالله ولم يرضى فإن هذا عاصي لا يقر على فعله وليس له إلا اليمين. لكن إدخال ذكر الباب ليس لمقصود المعصية، لمقصود الشأن الشركي في هذا الموضع، أن الناس كانوا يحلفون بالآباء، برأس أبيه وبرأس جده، ويحلفون بالأصنام تعظيما لها، فقال من لم يرضى فليس من الله. ومضمون ذلك النهي عن الحلف بغير الله، وأن الحلف بغير الله قد يصل إلى حد الشرك الذي ينقطع صاحبه عن ربه، فليس من الله في شيء، الشرك الأكبر.
لا سيما إن اقترن بذلك تعظيم المحلوف به. وإلى هنا بارك الله فيكم.